شو ما عملت وشو ما جربت أنواع حلويات بضل تشيز كيك التفاح هو الحلا اللي بفوز بالنسبة إلي، وكل مين جربه بطريقتي انبهر بالنتيجة وأدمنه من لذاذته. بدأ إني أحضر حشوة التفاح على النار، بخلط التفاح مع الليمون، السكر البني والقرفة، تنزل منه كل السوائل، بضيف له النشا والمي وبتركه لحتى يبرد. للقاعدة رح أطحن البسكوت وأضيف لها الزبدة المذوبة والماء البارد، وبرصهم كتير منيح بقاعدة صينية التشيز كيك المبطنة بورق زبدة. لخليط التشيز كيك ضروري تكون جميع المكونات بحرارة المطبخ. بخلط الجبن الكريمي والسكر لحتى يمتزجوا تماما، بنزل عليهم الكريمة والزبادي، بنزل أول بيضة وبخلط لحتى تختفي، وبعدين تاني بيضة مع الفانيلا وملعقتين طعام طحين. وضروري إنكم ما تبالغوا بالخلط. وراح أصبه مباشرة فوق طبقة البسكوت، وعلى الوجه حشوة التفاح، وبحضر لطبقة الكرامبل عبارة عن زبدة باردة وسكر وشوفان، بوزعهم آخر شي فوق حشوة التفاح. بخبز التشيز كيك بالفرن بحمام مائي. تفاصيل الخبز رح أكتبها أسفل الفيديو. بعد ما تبرد وتتماسك قدموها، وصحة وألف هنا.